أخيرا يا شباب انتهت المباريات التحضيرية، وأخيرا خلاص عرفنا نحط إيدنا على التشكيلة الصحيحة اللي هنبدأ بيها الموسم. طبعا يا شباب، التشكيلة الصحيحة اللي هنبدأ بيها الموسم اللي يهمنا فيها إن أنت تحاول تعمل تشكيلة يعني مناسبة، تشكيلة يكون كل الخطوط فيها متناسقة. طبعا إحنا بنلعب بطولة الفانتزي دي يا شباب، إحنا مش بنلعب مباراة لجولة واحدة. ليه؟ أنا لما جيت اخترت لقيت إن ساكا عنده مباراة صعبة، أول مباراة هو وراس الحرب جيوجريس. بس بعد كده لا، بصيت للمباراة التانية، الفريق زي الأرسنال بصراحة المباراة مغرية جدا. الأرسنال هيلاعب فريق زي ليدز يونايتد. أنا امبارح اتفرجت على الأرسنال في المباراة الختامية، طبعا أنا كنت بقول إن الأرسنال مستواه زفت، مش ينفع ناخد ولا واحد منه. امبارح في المباراة التحضيرية الأخيرة الأرسنال، أنا قلت دي الفرصة الأخيرة الأرسنال عشان نحدد هناخد منه ناس ولا لا. اتفاجأت إن مستوى الأرسنال رهيب بصراحة، وهيكون من أقوى الفرق الهجومية. كمان بصيت جيوكريس اللي هو الراجل راس الحربة ده، بصراحة تحركاته ممتازة. الراجل أحرز هدف من ضربة رأس كانت رائعة جدا. كمان بعديها قبل نهاية الشوط الثاني بحاجة بسيطة، الراجل برضو اترفعت له كرة من ناحية الشمال، بصراحة طار عليها بالهيد، الكرة احنا بنقول عليها سمكة. الراجل بصراحة حطها، لكن حظه كان سيء، جت في العارضة. ساكا امبارح قدر يحرز هدف ويصنع هدف. جابرييل اللي هو المدافع رجع بالسلامة. الفريق امبارح لعب مباراة عالمية، قدر يفوز 3-0 على فريق زي باير ليفركوزن، فريق مش قليل. يعني ما شاء الله الارسنال رجع استعاد مستواه. امبارح اتفرجت على الارسنال لقيته حاجة تاني، قلت ما ينفعش ان احنا ندخل من غير ما يكون عندنا ثلاثة من الارسنال. عشان كده يا شباب افضل ثلاثه تبدا بيهم من الارسنال عندك ساكا. بصراحه لقيت ساكا انه لا يقل عن اهميه عن محمد صلاح. ساكا هو افضل من بالمر على فكره يعني. كمان لان ساكا معاه لعيبه تساعده عن تشيلسي، يعني لعيبه الارسنال تساعد ساكا اكتر. كمان بعد راس الحربه القوي اللي جابوه ده، بصراحه الراجل ده ممتاز. وانا شايف ان الراجل ده يا شباب هيهدف كتير في الدوري الانجليزي الموسم ده. انا شايف ان هيكون من اهم الهدافين، ويمكن يكون اكتر مهاجم هيحرز اهداف الموسم ده. عشان كده انا من غير تردد اول ما اتفرجت عليه امبارح، انا اول مره اتفرج يعني على المهاجم ده. فلما اتفرجت عليه لقيت ان الراجل تحركاته ممتازه، لقيته راجل هداف، يعني راجل بيصنع كور كويس، فما شاء الله عليه راس حربه كويس. فقلت لا، ما ينفعش ان ندخل التشكيله من غير ما يكون معايا جيوجريس اللي هو مهاجم الارسنال. عشان كده يا شباب انا اخترت يكون معايا اول واحد في التشكيله هو وساكا. طبعا حطيت محمد صلاح معايا في التشكيله، هوريكم التشكيله اللي انا حطيت فيها محمد صلاح شكلها ازاي. زي ما انت شايف قدامك كده، التشكيله اللي فيها محمد صلاح فيها دوبرافكا اللي هو حارس مرمى بيرلي، سيلز حارس مرمى نوتنغهام فورست، كونسا اللي هو حارس مرمى طبعا، قصدي مدافع استون فيلا. طبعا دروجو اللي هو مدافع مانشستر يونايتد. وعلى فكره المدافع ده يا شباب باربعه ونص، لكن المدافع ده هيكون من اغلى المدافعين الموسم ده، لان الراجل ده يعني بيلعب على طول خط نص، بيحرز اهداف على طول. والراجل بدا يعتمد عليه بصفه اساسيه، فحاولوا تخلي المدافع ده معاك. المدافع الثالث اللي هو وان بيساكا اللي هو مدافع طبعا استون فيلا، عنده مباراه سهله. فان ديفين اللي هو مدافع توتنهام، عنده مباراه سهله برضه. دي كوبر او دي كوبر او كوبر تقريبا، اللي هو مدافع برايتون. الراجل ده برضه يا شباب امبارح قدر يحرز هدف. الراجل ده مميز، والراجل ده هيلعب كل مباراه اساسيه، وسعره 4.5 مليون، حطوا عينكم عليه. خط الوسط يا شباب زي ما انتم شايفين، جاكبو، صلاح، مبويمو، ساكا، امادو ديالو. خط مميز يعني، عندك ما شاء الله جاكبو وصلاح ومبويمو وساكا وامادو ديالو، الخماسي بصراحه رهيب. اتنين روس حربه، جيوجريس وكتيك دول، لان انا بلعب ب 3 5 2 زي ما قلت لكم قبل كده. المهاجم انت بتستفيدش منه كتير، لاعب خط الوسط بيجيب نقاط اعلى من المهاجم، عشان كده العب ب 3 5 2. المهاجم الاخير هو طبعا لانكشير اللي هو مهاجم توتنهام. طبعا يا شباب هي تشكيله كويسه، تشكيله مميزه، فيها يعني حراس مرمى كويسين، فيها مدافعين كويسين، في خط الوسط مميز جدا. اتنين روس حربة جيوكريس واكيتيك، الاثنين الموسم ده هيكونوا يعني من اقوى، لان هم اقوى فرقتين هجوميين، اللي هو طبعا ليفربول والارسنال. عشان كده اللعيبه دي هتحرز اهداف كتير. فبصيت لقيت ان صلاح بصراحه والتشكيله مميزه، وتشكيله زي ما قلنا ممتازه. ولكن عندي مشكله في حارس المرمى الثاني ان هو دبروفكا. وانا مش هقدر اعتمد على سيلسي طول الموسم، لازم يكون معاك اثنين حراس مرمى اقوياء. ليه؟ سيلسي هتقابله مباريات صعبه، المباريات الصعبه اللي هتقابل سيلسي انا ممكن يكون عندي حارس مميز ثاني في التوقيت ده، مثلا اقدر اعتمد عليه او اوقفه في المباريات السهله، واستفيد بمركز حراسه المرمى في نقاط اكتر. كمان المدافعين برضه، يعني المدافعين اللي حاطينهم كلهم ب4.5 مليون، يعني مش هيكونوا قد كده. هم مدافعين كويسين ومدافعين هيجيبوا نقاط، بس في مدافعين اعلى بيجيبوا نقاط اعلى، احنا كلنا عارفينهم طبعا، ما ينفعش نستغنى عنهم.
عشان كده انا اخترت ان اشيل صلاح من التشكيله واحط مكانه كول بالمر. وال3 مليون الفرق بين صلاح وبالمر قلت اظبط بيها حراسه المرمى وخط الدفاع. خلينا نشوف يعني الخطه او التشكيله اللي من غير صلاح. طبعا لما شلت صلاح يا شباب انا استبدلت دوبرافكا على طول بفيكاريو حارس مرمى توتنهام، فاصبح عندي فيكاريو وسيلز. فيكاريو وسيلز عندهم اول 7 8 مباريات سهله، غير كده هما الاثنين هيلعبوا 4 فرق سهله، يعني كل واحد في خلال ال7 مباريات الاولى. فيكاريو هيلعب مباراتين سهله تقريبا، بيرلي وممكن ليدز يونايتد او ساندرلاند، كمان سيلز عنده ساندرلاند وفيكاريو. يعني الاثنين الحراس مرمى دول في اول 7 مباريات عندهم 4 مباريات سهله 90% مضمون فيهم كلين شيت، فدي حاجه مميزه ان انت بتبدا بيهم الموسم. يعني تاني حاجه استبدلت كونسا وجبت مكانه جابرييل اللي هو مدافع الارسنال. طبعا كلنا عارفين جابرييل، وانا نعم الارسنال عنده مباراه صعبه، لكن انا شفت مستوى الارسنال امبارح، يعني ممكن باستثناء مباراه ليفربول ممكن الارسنال يطلع عادي كلين شيت في باقي المباريات امام استون فيلا، ممكن يطلع كلين شيت امام المباريات الثانيه نيوكاسل مش مشكله. عشان كده انا قلت لا لازم يكون عندي فرده طبعا تقيله من فريق الارسنال، وخاصه الارسنال عنده المباراه الثانيه امام ليدز يونايتد، يعني ممكن يقدر يطلع كلين شيت. فعشان كده قلت اجيب جابرييل، فاستبدلت جابرييل على طول بكونسا، فلقيت ان الدفاع بقى عندي اقوى واحسن. دورجو اللي هو مدافع مانشستر يونايتد انا سبته زي ما هو، لان قلت لك الراجل ده ما شاء الله عليه بيلعب جناح في اللعبه، يعني هو اللعبه حطاه مدافع ب4.5 مليون، والراجل بيلعب خط وسط وبيحرز اهداف كتير. وان بيساكا زي ما هو ما استبدلتوش، قلت سيبه زي ما هو، لكن هنا استبدلت فان ديفين وحطيت بودرو بورو، لان بودرو بورو اعلى والراجل بيلعب ضامن مكانه، انما فان ديفين بيبدل مع بين ديفيز وبيبدل مع هدوجي، انما بودرو بورو بصراحه يعني ثابت مكانه الراجل، والراجل يعني بيلعب الضربات الركنيه، بيشارك في الناحيه الهجوميه. عشان كده استبدلت بودرو بورو، فانا قويت الدفاع اكتر، اصبح عندي جابرييل وبودرو بورو الاثنين مميزين. كمان استبدلت دي كوبر اللي هو مدافع برايتون وجبت مكانه اين مدافع نوتنجهام فورست. احنا عارفين نوتنجهام فورست من اقوى الدفاعات، حتى الموسم ده كل الموسم التحضيري الفريق قدر يطلع ل4 مباريات 0-0، يعني ده دليل على قوه الدفاع. عشان كده انا قويت الدفاع، بقى عندي جابرييل وبيدرو بورو واينا، ال3 مدافعين كويسين واثنين حراس مرمى كويسين في كاريو وسيلز. خط الوسط يا شباب زي ما هو، جاكبو، ساكا، مجويمو، امادو ديالو، بس استبدلت صلاح وجبت مكانه بالمر، وبالمر برده كويس يا شباب مش وحش. واحد هيقول لي انت استبدلت صلاح، طب انت هتعوض صلاح ازاي؟ هعوض صلاح بجاكبو وايكيتيكي. اصل هو صلاح مش هياخد الكره من وسط الملعب لحد ما يوصل للمرمى ويحرز هدف، صلاح هيحرز هدف اما عن طريق جاكبو ان هو يبص له الكره، او عن طريق ايكيتيكي اللي يصنع له الهدف. طيب وكمان حتى لو هم مش هيصنعوا له الهدف، فصلاح اما يصنع لجاكبو اما يصنع لايكيتيكي، فنقاط صلاح انا ضامنها عن طريق جاكبو ايكيتيكي. عشان كده يا شباب دي افضل العناصر اللي انا شايفها ان انت ممكن تعتمد عليها طول الموسم. طبعا المهاجم الثالث انا فضلت يكون ب4.5 مليون، زي ما قلت لك انا ما بحبش يكون عندي 3 مهاجمين بسعر عالي، لان انا مش هستفيد منهم. انا معروف ان لاعب خط الوسط طبعا بيجيب نقاط اكتر من المهاجم، عشان كده انا هعتمد ب3-5-2. ال 2 مليون او 3 مليون اللي احطها زياده في راس الحربه انا احطها في لاعب في خط وسط زي ساكا، زي بالمر، زي مجويمو، زي جاكبو، زي مالتيالو، زي مارتينيلي، زي عمر مرموش. ايا كان اللاعب خط الوسط هيجيب اعلى من راس الحربه. ودي يا شباب انا افضل تشكيله، يعني انا طبعا جبت لكم التشكيلتين زي ما انتم شايفين هم قدامكم، تشكيله بصلاح وتشكيله بدون صلاح، لكن انا لقيت ان التشكيله اللي بدون صلاح افضل بمراحل، كمان فيها خيارات كتيره، فيها تعويض لصلاح، فيها ان انا اقدر ابيع اي لاعب بعد كده واستبدله يعني بلاعب بسيط. انما انا لو عندي صلاح وحبيت مثلا ابيع صلاح، حتى لو بعت صلاح هيكون عندي فلوس كتيره بعد كده، بس مش هقدر اغير 5 6 مره واحده، هضطر اغير لعيب. انما انا شايف ان التشكيله دي بصراحه مميزه، زي ما انت شايف 2 حراس مرمى مميزين، خط الدفاع جابرييل، بيدرو بورو، اين ال3 برضو من العمالقه في لعبه الفانتزي، خط الوسط جاكبو، ساكا، مبويمو، بالمر، امادو ديالو، والخط الهجوم جيوكريس وايكيتيكي. طبعا يا شباب طبعا انا خلاص بالنسبه لي رسيت على الخطه دي، هبدا بها الموسم، لا تغيير بالنسبه لي تاني ولا تبديل، خلاص هي الخطه اللي نويت ان شاء الله اعتمدها بقيه الموسم كله، مش هيكون في تغييرات الا في حاله الاصابات يا شباب. اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه